السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقدم لكم في الفيديو طريقة عمل الفول المدمس في البيت في الحلة من غير دماسة ولا أي حاجة، وبإضافات سهلة وموجودة عندنا في البيت. ممكن تغيري في الإضافات أو تزودي أو تنقصي أو تحوشي إضافة على حسب رغبتك وعلى حسب اللون اللي انت عايزة تحصلي على الفول منه. طبعا لازم تجيبوا فول يكون فولة مضمونة من واحد موثوق منه، وتجربيها في الأول في كمية بسيطة وبعد كده تشتري كمية أكبر. بنغسل الفول كويس جدا، وكمان بننقعه من 12 ساعة لأكتر، ممكن يوصل ل 24 ساعة، بس تغيري المية كل شوية. تاني حاجة بتستعملي الفول مية تكون مغلية، بتحطي فيها الإضافات الأول وبعدين تضيفي الفول، ما تضيفيش العكس، يعني ما تحطيش الأول الفول وبعدين تضيفي فوقيه الإضافات، كده هيحصرم منك ويسود ويبقى مش حلو. بنضيف كركم، معلقة سكر، ليمون متقطع شرايح، كمان بنضيف جزر مبشور، بنضيف فول مدشوش، بنضيف عدس اصفر، طماطم متقطعه، ليمون. كل الكميات دي ممكن تقللي او تكتري منها على حسب رغبتك. يعني ممكن عايزه لون الفول يبقى عادي ما يبقاش مصفر قوي، بتقللي في العدس وبتقللي في الكركم وبتقللي في الجزر المبشور. عايزه تخلي لونه احمر شويه بتزودي في الطماطم، ممكن تحطي سنه فلفل حراق احمر او اخضر على حسب رغبتك ورغبه افراد اسرتك. الميه تبقى مغليه كويس جدا وبعدين تبتدي تضيفي الاضافات وتضيفي بعديها الفول. ما تعمليش العكس، لان لو جربت العكس هيحصرم منك ويبقى ليه قشره ولونه مسود شويه. طبعا لازم تختاري الحله المناسبه، ما تحطيش في حله تكون ضيقه زي كده وبعدين هتحطي الميه وكل شويه تفتحي عليه كده بيسود. تحطيه على يغلي شويه كويسين، ربع ساعة نص ساعة، وبعد كده توطي النار وتغطيه كويس جدا وتسيبيه يستوي مع نفسه. ممكن يوصل 6 ساعات 8 ساعات على حسب رغبتك. في ناس بتحب الفول تضربه في الهاند بلندر او الخلاط، في ناس بتحبه كده وبتاكله بالزيت والليمون والطحينة على حسب رغبة كل واحد.